وقبل ما نتكلم على موضوع امام عاشور مع الاهلي، يا ريت نشوف خيبتنا بس ونروح نشوف عبد الله السعيد بيعمل ايه مع الزمالك. دي مقوله الاهلاويه بيقولوها من امبارح، يعني كل ما نيجي نتكلم على امام عاشور يقول لك وعبد الله السعيد فين بقى على كده. يا عم انا همشي معاك للاخر، عبد الله السعيد مش مصاب وعبد الله السعيد ما بينزلش تدريبات الزمالك. شوف انا همشي معاك للاخر اهو. هو لو مشيت على كلامك وعبد الله السعيد ما بينزلش تدريبات الزمالك، عبد الله السعيد ما بينزلش ليه؟ عشان الفلوس؟ عشان ما بياخدش فلوس؟ عشان حقه؟ عشان مجلس اداره مش عارف يدي اللعيبه فلوسها فاللعيب قرر ان هو ما ينزلش التدريبات؟ دي حاجه ما يتلمش عليها اللعيب في حاجه لو حصلت. قول لي بس ده بيلعب في نادي كبير المفروض يستحمل، ما هو استحمل وعود وبياخد وعود ومش بتتنفذ، فاللعيب قرر ان هو مثلا ما ينزلش التدريبات عشان ما بياخدش فلوس. فدي حاجه ما تغلطش اللعيب ابدا. ليه؟ لان اللعيب هنا ما قالش باصله مع النادي والله انتوا ما بتدينيش فلوسي انا مش هنزل التدريب غير لما اخد فلوسي. لكن بقى اللعيب اللي يروح التمرين بمزاجه وما يروحش التمرين بمزاجه، اصل انا هسافر السفريه دي ولا مش هسافر السفريه ديت، وشايف نفسه اكبر من نادي اللي بيديله كل حاجه، فلوس، بياخد اعلى فلوس، استقرار، احلى استقرار، مرتبك بينزل في ميعاده، بتلعب في فريق متوفر له كل الامكانيات، جنبك بتلعب احسن لعيبه في مصر، ما عندكش مشكله لاي حاجه. هنا بقى انت هنا ليه بتشوف نفسك على النادي؟ فهنا موقف امام عاشور مختلف عن عبد الله السعيد خالص. مفيش اي وجهه مقارنه بين موقف امام عاشور واللي امام عاشور اللي اتجنن. انا بالنسبه لي امام عاشور ده مجنون باللي هو بيعمله في الاهلي ده، لكن موقف عبد الله السعيد مختلف نهائي خالص عن موقف امام عاشور. من الجهل اصلا ان انت تقارن الموقف ده بالموقف ده. امام عاشور عمل معاك موقف كبير جدا، فما ينفعش انت تبرره باي حاجه بتحصل في الزمالك، لان معروف ان الزمالك دلوقتي في حاجات كتير غلط الجمهور ذات نفسه معترض عليها، ان اللعيبه مثلا ما بتاخدش ابسط حقوقها وهي مرتباتها، لكن انت ما عندكش مشكله لحاجه، فليه اللعيبه بتاعتك بتعمل معاك كده؟